لك يا رجاء بالتوفيق في هذه الليلة العالمية العربية الكبرى. مبروك 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 للشعب المغربي. الرجاء بطل كأس الأندية العربية البطل، الكأس اللي خدت اسم ورمز قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللقب اللي خلى الرجاء تتنفرد بالرياضة العربية وطنيا من بعد ما حسمتها قاريا. في هذا الفيديو نشوفوا مسار الرجاء نحو التتويج العربي. بداية مشوار الرجاء في البطولة العربية كانت في 2019، البطولة اللي استهلتها الرجاء بمواجهة نادي عربي من مدينة عزيزة على قلوب كل المغاربة، وهو نادي هلال القدس الفلسطيني. مباراة الذهاب دازت في أجواء أخوية رائعة. صراحة كنت مع الجمهور، ما كنت في المباراة، يعني قد ما كنت مبسوط. أنا بحكي لك إياها بشكل صريح وواضح. الماتش الظالي سلب تفوق الرجاء بنتيجة 1-0. هدف مبكر عن طريق ركلة جزاء. نعم، يضعها بكل عقل، يضعها بفطنة، يجعل جماهير الرجاء تبدأ بالاحتفال على في مباراة العودة الرجاء كانت أمام تحدي كبير، وهو القرار اللي اتخذته إدارة النادي باللعب ديال مباراة الإياب في أولى القبلتين في مدينة القدس. الرجاء استقبلوها الإخوة الفلسطينيين استقبال الأبطال في الأراضي الفلسطينية. مباراة الإياب عرفت فوز الرجاء بنتيجة 2-0، وبه فالرجاء تأهلت للدور الموالي اللي هو دور الثمانية، واللي حطته القرعة في مواجهة جد صعبة، مباراة ديربي ضد نادي الوداد الرياضي. مباراة الذهاب واللي كانت الرجاء هي اللي مستقبلة فيها دازت في أجواء احتفالية رائعة، كان أبطالها جمهور الفريقين. المباراة سالت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وبه فالتأهل أي تحسم حتى المباراة العودة. وللأمام أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، جول جول. محسن متولي طبعا عندما يغيب لا شك يتأثر فريق. هذه خطيرة، فرصة، الله الله الله، تألق كبير من تكنواتي الله الله، أشعل الدربي. في الماتش روتور واللي كان أول مباراة لمدرب نادي الرجاء الرياضي البيضاوي الجديد جمال السلامي، غادي يشهد مباراة أسطورية وتاريخية للعالم كامل يهضر عليها، بحكم الاحتفالية الكبيرة اللي عرفتها تنبات مركب محمد الخامس في المدرجات من طرف جمهور الفريقين.
سيناريو المباراة دراماتيكي والأسطوري اللي عاش فيه جمهور الرجاء تقلبات كبيرة، ضغط لا يصدق، خسارة من الغريم بنتيجة ثقيلة 4 أهداف مقابل هدف. في فريق الرجاء نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب، الدرب يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم، انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير يا رب، ضربة راس تعيد راس الوداديين هنا والتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصر، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني، الله الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم بهدف بديع، نعم نستطيع. نتيجة اللي ما متيقة حتى رجاوي، ولكن مع ذلك فالجمهور بقى تايق في الفرقة وبقى كيشجعها حتى لآخر نفس من أجل كتابة التاريخ وعودة أسطورية وريمونتادا للتاريخ. حاليا أنسكت ونخليكم تستمتعوا بهذه العودة والريمونتادا الأسطورية والتاريخية لنادي الرجاء البيضاوي. 4-1 الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء، ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن، 4-2 لم يخرجوا، ومحسن متولي للرجاء يأتي، للرجاء يأتي يا رب، يا الله لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، بل بدأت الآن، إنهم يتحدون الضغوطات، تسجل حتى تليفوني فضت البطارية الآن، ما في رسائل، ولكن أيوب الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، ماذا فعلت يا أيوب؟ ماذا أضعت يا أيوب؟ هل أضعت تأهلا بالنسبة للوداد؟ هل يكون العقاب سريعا؟ أي كرة أي لقطة تلعب بالأعصاب، لاعب الوداد طيح على أرضية الملعب، وأنس جبرون يتقدم، لا يريد أن يسقط الرجاء، لا يريد أن يسقط الرجاء، سيحاولون، سيتمسكون بكل الآمال، كرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانا، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح، إنه رجاء الشعب، إنه مستحيل كلمة ولا عندها ارتباط بهذه المباراة، والسطر الأخير اللي تكتب باسم الرجاء وتكتب باللون الأخضر، واللي خلى الرجاء دوز للدور الموالي. مباراة الذهاب كانت في الجزائر وعرفت تفوق نادي الرجاء بنتيجة 2 أهداف مقابل هدف. جول 1-0، العميد يصل من جديد ويسجل هدف في بداية الشوط الثاني، محسن وحارس المرمى فريد شعال، متولي متولي متولي، جول متولي، جول التعادل لمصلحة الرجاء من ضربة جزاء، وصلت هذه الكرة لمحسن متولي، ممكن هنا كلمة السر، مر تقدم من الورتاني، متولي تقدم من اوهو اوهو الله، كلمة السر للرجاء، يظهر محسن متولي. في ماتش الروتور في كازا الرجاء كانت قريبة من الإقصاء، ولكن نتيجة الذهاب في الجزائر هي اللي خولت الرجاء من أجل المرور للدور الموالي. في الدور النصف النهائي الرجاء كانت في مواجهة أمام نادي الإسماعيلي المصري. مباراة الذهاب كانت في مصر واللي تحسمات في نادي الدراويش بنتيجة 1-0. بسبب ظروف الجائحة توقفت البطولة،
ومن بعد سنة كاملة تقريبا عاد تلعبات مباراة الإياب في المغرب. ماتش روتو واللي تلعب في الملعب الكبير في مدينة مراكش واللي انتهت النتيجة ديالو نتيجة 2 أهداف مقابل 0 لصالح نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. يا لها من لقطة يتقدم محسن متولي. يا رب الرجاء يعود مرة أخرى كأنه قائد الكتيبة. عرضية رأسية مستحيل مستحيل. نتيجة الفحص سلبية، نتيجة المشاركة إيجابية. وبه فالرجاء حسمات بطاقة المؤهلة للدور النهائي هي ضربة موعد ضد نادي اتحاد جدة السعودي في مباراة نهائية في ملعب مولاي عبد الله في الرباط من بعد سنتين من انطلاق البطولة واللي بدات في غشت سنة 2019. أخيرا وصلت الماتش فينال واللي غادي يتلعب في غشت سنة 2021 وتحديدا يوم 21 غشت من سنة 2021 واللي كيتصادف مع ذكرى ميلاد صاحب جلالة الملك محمد السادس للبطولة كتحمل الاسم ديالو نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. وبالرغم من المشاكل والأزمة المالية اللي خلات الفريق يخسر الركائز الأساسية ديالو إلا أن الفريق داخل وكل عزم وثقة من أجل أن الكأس أتبقى في المغرب. نادي اتحاد جدة دخل هو الآخر كل عزم من أجل التتويج باللقب وفعلا تمكن من تسجيل الهدف السبق في بداية المباراة، إلا أنه الرد الرجاوي كان سريع بزاف ومن بعد دقيقة فقط تمكنت الرجاء من معادلة النتيجة عن طريق إلياس الحداد. الهجوم الرجاوي بقى مستمر وتمكن محمود بن حليب من تسجيل الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي. الرد السعودي كان سريع هو الآخر ومن ضربة جزاء تمكن نادي اتحاد جدة من معادلة النتيجة. لكن الوردي وفي جملة تكتيكية تتبين فيها الهوية الرجاوية ضريبة الرجاء تمكنت من إنهاء الشوط الأول بنتيجة تقدم 3-2. في الشوط الثاني ولد يعري ومن ضربة ثابتة تمكن من تعزيز تفوق الرجاء وتسجيل الهدف الرابع في آخر مباراة للنسر الرجاوي سفيان رحيمي. نادي اتحاد جدة تمكن من العودة في المباراة وتسجيل 2 الأهداف وبه في المباراة سالت بنتيجة 4-4 في مباراة كانت ممتعة بزاف كان ناقصها فقط الحضور الجماهيري الرجاوي اللي غادي يزيدها متعة أكثر وجمالية أكبر. ضربات الترجيح في الأخير ابتسمات للرجاء بفضل أنس زنيتي اللي دائما وأبدا فوق ما احتاجته الفرقة كتلقاه في المواعيد كاين. حطها في المرمى سفيان يتقدم رومارينيو بيتقدم. يا سلام روما كل طرق يتقدم الرجاء بيلعبها في المرمى. يا سلام كورنادو بيتقدم بيلعبها. يا سلام فنان حتى كرة بيلعبها إلى خارج بيتقدم بيلعبها. أنس الزريتي يعطي الأفضلية للرجاء أنس الزريتي رابعة تقدم. يا سلام عبد الإله. يا سلام الرجاء بطل الهرم. الرجاء لون الألم. وبه فالرجاء رسميا بطلا لكأس محمد السادس للأندية البطلة ويهدي اللقب لصاحب الجلالة في يوم ذكرى ميلاده. لقب غالي وعزيز تيحمل اسم الملك محمد السادس اللي بدوره اتصل باللاعبين وهنئهم وهدى للفريق مليار سنتيم كهدية على هذا الإنجاز بالإضافة للقيمة المالية للبطولة اللي هي 6 مليار سنتيم. وبه فهو نهاية الشماعة اللي كانت يعلق عليها المسؤولين سبب الفشل ديالهم لسنوات وهو الأزمة المالية في نادي الرجاء. وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنبغي نشكر الام ديالي اللي الصراحه
هي والاب ديالي ضحاو. كنبغي نشكر جماهير الرجاء البيضاوي وكنطلب منهم السماحه وديما رجاء وشكرا، وان شاء الله مازال ان شاء الله الخير ان شاء الله. دموع غالية على كل رجاوي، دموع سفيان ويعري بالفرحة بالتتويج وكذلك حرقة الفراق لدام لسنوات، كيبين أنه مدرسة الرجاء دائما وأبدا أتبقى ولادة للنجوم.